لا صداقة ولا عداوة تدوم في السياسة، فحكومة تشكل المحاكم الإسلامية الجزء الأكبر منها تستنجد اليوم دول الجوار بما فيها إثيوبيا التي كثيرا ما تردد على ألسنة قادتها بأنها العدو اللدود للصومال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضيفنا في هذه الحلقة مع فخامة الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد. أهلا بك سيادة الرئيس. فخامة الرئيس، ربما نستهل بحوارنا معك بسؤال غير سياسي. بعد انتخابكم لرئاسة الجمهورية الصومالية، هل سنسميك الشيخ شريف شيخ أحمد أم سيتغير ونسميك رئيس الجمهورية شريف شيخ أحمد؟ الألقاب دائما كل لقب له مناسبته وله ظروفه الخاصة، فأترك لكم ما تختارونه. لكن هناك تقارير حتى غربية تحدثت من أنه كانت هناك علاقة شخصية لك بهؤلاء، وكانت هناك علاقة أخرى مع الذين يدعمون هؤلاء وهم حركة شباب المجاهدين. هذا ليس له أي صحة. لكن فخامة الرئيس، في هذه الأيام كنت إرهابي على الطراز الأمريكي، يعني بالمواصفات الأمريكية كنت إرهابي، فلماذا لم تعلم حتى هؤلاء؟ أعتقد هذه ليست مسؤوليتي. أنا كنت أقاتل من أجل قضية بلدي وما زلت أقاتل من أجلها، فطبعا النظرة الأمريكية أنا لا أتحكم فيها، فلذلك يعني هذا السؤال الأفضل أن يوجه للإدارة الأمريكية. من خلال التقييم فخامتكم، حركة شباب المجاهدين وصفت بمواصفات أمريكية أنها جماعة إرهابية. هل توافق هذا الرأي بالوصف على حركة شباب المجاهدين من خلال أطر الحكومة الانتقالية؟ الأعمال التي يقومون بها أو النمط الفكري الذي ينتهجون بها نجد هذه الصفة في الشباب. فخامة الرئيس، من خلال القانون الصومالي، تنظيم القاعدة الذي ينتمي إلى هذا التنظيم هل هو مذنب؟ لا شك أن تنظيم القاعدة هو تنظيم إرهابي. هل هناك مبادئ تختلفون أنتم والشيخ حسن طاهر أويس؟ فأعتقد أنا والشيخ حسن لم نختلف على أي مبدأ، وما اختلفنا فيه هو مجرد وجهة النظر، ووجهة النظر إذا كانت بين رئيس ومرؤوس على حسب علمي لا بد أن يقدر وجهة نظر الرئيس. هل تدعو من حذف اسم الشيخ حسن طاهر أويس من القائمة الأمريكية؟ الشيخ حسن لا يحتاج أن أدعو إلى ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية صرحوا بأنهم مستعدون لذلك، ولقاءاتنا كلها يعني كانوا يؤكدون ذلك، والأمر مرتبط بالشيخ حسن ولا مرتبط بأمريكا ولا بغيرها. الآن يعني الشيخ حسن هو الذي يستطيع أن يحرك هذا الملف وينهيه. لكن هناك سؤال مهم لا نستطيع أن نتركها، ربما تكون سؤال شخصي. شخصيا اشتهرت بالتدين ولقبت بالشيخ شريف ومن عائلة متدينة. لأول مرة صافحت امرأة أمام حشد من الناس، هل هي من ضرورات السياسة؟ لا شك، يعني الذي يعلم قواعد الشريعة ويعلم ضرورات الموجودة والظروف الحالية أنه يتفهم هذا الأمر ويتفهم للمصافحة مع النساء، لأنك صافحت امرأة أمام الناس. في أديس أبابا التقيت برئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زناوي وطار بينكم حوار طويل. كيف كان هذا الحوار؟ بمعنى أنكم كنتم أعداء سابقين، فما هي الأهم النقاط التي تحدثتم فيها؟ لمسنا بأن رئيس الوزراء الإثيوبي مستعد لأن نعيش جيرانا ونحترم ويحترم بعضنا البعض، وأن لا يكون هناك تدخل. شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. هذا فهد ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.